السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم يشجعني، أنا محتاجة دعمكم جدا. وحابة أعرف ايه رأيكم في الفيديو إن شاء الله، يا رب يعجبكم، بس كملوا معايا للآخر. النهاردة هنعمل يا حبايبي مع بعض إن شاء الله سمان وقلقاس ورز. السمان ده بيبقى أكلة جميلة جدا وطعمه لذيذ، والقلقاس عليه بيبقى حلو قوي. أول حاجة هقول بسم الله وهنبدأ نغسل في السمان. السمان بنغسله في الأول كويس جدا. أنا كنت جايباه حلو زي ما احنا شايفين، متنضف وقلبه مفتوح من عند الفراخجي، لكن أنا بس ببدأ أغسله من قلبه وبشيل كل العروق اللي بتبقى جواه وأي تسخات. السمان بيحتاج تنظيف كويس قوي زي ما احنا شايفين بالطريقة دي لحد قلب السمانية ما تبقى بيضة معاكي على الآخر. وشايفين القنصة بتاعة السمان زي ما انا بوريها لكم دلوقتي، بيبقى فيها كده زي الجلدة صفرة، دي لازم نشيلها بالطريقة اللي احنا شفناها دي. الطيور مهم قوي يا جماعة ان احنا نهتم بغسلها كويس ونشيل منها اي ريحة زفارة. ودلوقتي بعد ما غسلت السمان من قلب كويس خالص، شلته من المية المتسخة ونقعته في مية نضيفة، وهجيب عليه ليمون وأعصره كويس قوي لحد ما ريحة السمان كلها تبقى ليمون من جوه ومن بره. والقنص والكبد بتاع السمان برضو كنت حاطاه في طبق كده منفصل، وكنت شلت الجناح والرقبة من السمان وبرضو نقعتهم في مية نضيفة وهعصر عليهم ليمون كويس قوي. الليمون يا جماعة بيخلي الطيور نضيفة جدا وبيشيل منها أي زفارة. في الوقت ده يا حبيبي كنت جهزت بصلة خلطة علشان أحشيها جوه السمان، دي بتخلي طعم السمان جميل قوي. طعم السمان بيبقى معاكي شبه البط. جبت بصلتين كبار وقشرتهم وقطعتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وحطيت عليهم نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح. كمون كافي لعمل خلطة البصلة، بس بيعمل طعم حلو قوي للبصلة ومش بيخليها حامية. ودلوقتي جبت السمانية معاكم اهو زي ما احنا شايفين، وهبدأ احشيها بالبصلة اللي معايا. خلطة البصلة دي بقى بتخلي طعم السمان حلو بجد. وهجيب الكبدة والقنصة بتاعت كل سمانية والكوز وهحطها جواها علشان اللي يجي ياكل السمانية بتاعته يكون الكبدة والقنصة والجناح وكل حاجة جواها. ودلوقتي يا حبيبي هبدأ أكتف كده السمانية في بعضها علشان الحشو ما يقعش منها. تكتفيها كويس، ولو عندك ممكن خيط خاص بالمطبخ تخيطيها برضو علشان الحشو ما تقعش منها في الشوربة ونستفيد بطعمها. وهجيب برضو الجناح والرقبة بتاع كل سمانية وهحطهم ناحية الرقبة دي علشان نقفلها كويس والحشة ما تقعش من أي حتة. شايفين شكل السمانية بقى حلو أوي ازاي؟ هعمل كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي وهحط جوه كل سمانية الكبدة والقنصة بتاعتها. وبعد يا حبايبي ما حشيت الكمية اللي معايا كلها، ولعت على السمان وحطيت عليه مية وغليته غلوة بسيطة، وبعدين هرجعه تاني في المية كده زي ما شفنا وهديله شطفة أخيرة. أنا بحب دايما عندي لما بطبخ فراخ أو سمان أو حاجات من دي أعمل الخطوة دي مهمة أوي، بتضيع ريحة الزفارة وبتخلي الشوربة معاكم نضيفة مفيهاش أي اتساخات. غليته غلوة في الأول قبل ما أشوحه في الزيت، وبعدين حطيت الحلة على النار وحطيت عليها رشة من الكمون وورق لورا وحطيته على الشعلة الكبيرة وعليت عليه النار وهسيبه بقى يستوي مع نفسه. السمان يا حبيبي مش بيغيب في التسوية، بياخد حوالي من ربع ساعة لنص ساعة. وفي الوقت ده يا جماعة كنت قطعت القلقاس معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مرضتش اجيبه معاكم علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وبدأت اغسله كويس اوي تحت المية. وفي الوقت ده يا حبيبي رحت اجهز البصل عشان القلقاس. جبت بصلاية كبيرة وهقطعها قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين. اتعودوا دايما كده يا حبيبي طول ما احنا بنطبخ او بنعمل شغل البيت نقول بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونستغفر. الاستغفار فضل عظيم جدا، هنلاقي شغل البيت بقى سهل في ايدينا والطبيخ بقى فيه بركة، وفي نفس الوقت كده هناخد حسنات واحنا بنشتغل ومش هنضيع يومنا على الفاضي، وربنا يهدينا ويهدي الناس اجمعين. بعد ما خلصت يا حبيبي تقطيع البصلة زي ما احنا شايفين، حط البصل على النار عشان تتحمر لحد ما تاخد لون دهبي كده وجميل. وهجيب معايا كمية كبيرة من الشبت، حوالي 3 4 شدات من الشبت، وأقطعهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده علشان القلقاس بيحتاج كمية كبيرة من الشبت، والشبت بيعمله طعم حلو قوي وبيخلي لونه كمان جميل. وبعد ما خلصت تقطيع كمية الشبت اللي معايا يا حبايبي، وقطعت كمان راس كاملة كده من الثوم
وغسلته وصفيته كويس، هحطه في الطاسة علشان يتحمر، وهتحط عليه كمية زيت كويسة عشان ما يتحرقش منك، وتوطي عليه النار. وفي الوقت ده يا حبيبي كنت ضفت القلقاس على البصلة، وحطيت عليه من شوربة السمان. خليت العيار بتاع القلقاس شوربة السمان. الشوربة هي كانت بدأت تتقل معايا زي ما احنا شايفين، وشكلها بقى حلو قوي. السمان كان في الوقت ده دخل على السوا، كان محتاج يعني تكة أخيرة. كنت بحط من الشوربة بتاعته على القلقاس عشان تبقى العيار بتاعه، بيعمل لها طعم حلو قوي، أحلى ما تكون من المية كمان بكتير. وفي الوقت ده يا حبايبي السمان كان استوى معايا، ورصيته في صينية اهو، وهبدأ أحطه تحت الشواية. السمان بحطه تحت الشواية، بفضل أقلبه يمين وشمال علشان ما ينشفش مني. في الوقت ده يا حبايبي الشبت والثوم كانوا اتحمروا معايا زي ما احنا شايفين شكلهم بقى حلو ازاي. لازم تفضلي تحمري الشبت لحد ما يوصل معاكي للون ده، بيبقى ريحته في الوقت ده جميلة جدا في الشقة كلها. استنيت لما الشبت يبرد شوية، وحطيته في الدورة بتاع الخلاط، وهحط عليه شوية مية صغيرين، وهبدأ أخلطه في الخلاط كويس قوي لحد ما يتفرم معايا على الآخر. وفي الوقت ده يا حبيبي القلقاس كان بيغلي جامد اهو، وهبدأ أحط عليه الشبت اللي فرمته في الخلاط، وهقلبه كويس فيه، وهسيبه لحد ما يغلي معاه شوية، وأظبط ملحه. حطيت عليه نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من السبع بهارات، والملح بقى على حسب الرغبة. وهعصر عليه نص ليمونة. عصرة نص الليمونة مهمة دي قوي على القلقاس، بتضيع منه المادة اللزجة وتعمله طعم حلو قوي. نص ليمونة بس، ما تكتريش، وتقلبيه كويس، وهغطي عليه شوية ونسيبه يغلي. ودلوقتي يا حبيبي بقى كنت هبدأ أجهز الرز لحد ما السمان يتحمر معايا والقلقاس يستوي. اتعودي انك تولعي على الاكل بتاعك كده مرة واحدة علشان يجهز في وقت بسيط. جبت كمية مناسبة من الرز، هبدأ اغسله كويس اوي تحت المية. هنبدأ نغسله لحد ما مية الرز تبقى بيضة معانا خالص، ما يبقاش فيها اي اتساخ. اهم حاجة يا جماعة في الطبيخ النظافة، النظافة اهم من الطبيخ نفسه. وجبت الحلة وحطيتها على النار، وهحط عليها كمية من الزيت، والمية بتاعة الرز دلوقتي بقت بيضة خالص اهي، وهبدأ احطه على الزيت لما يتقدح معايا شوية، وهخلي النار عالية عليه لحد ما العيار بتاعه ينشف خالص، وبعدين تبدأي توطي النار عليه. ودلوقتي كنت حطيت عيار الرز عليه اهو، وظبطت الملح بتاعه، وهقلبه كويس، وهسيب النار عالية عليه لحد ما ينشف، بعدين اوطي عليه واغطيه. ودلوقتي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله القلقاس كان جاهز معايا اهو. شايفين شكله حلو قوي ازاي، ولونه كمان جميل قوي علشان الشبت مكتراه فيه ومحمراه كويس. والرز كمان كان استوى معايا. لما تكوني ظابطة عيار الرز مش بيطلع معاكي معجن ولا مفلفل، بيطلع مظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله. وفي الوقت ده يا حبايبي كنت بدأت أجهز الأكل، والسمان كمان كان اتحمر. شايفين اخد لون دهبي وجميل قوي، بسم الله ما شاء الله. والشوربة كمان شايفين تقيلة ازاي مظبوطة. والرز برضو كان جاهز معايا. والقلقاس كان طعمه تحفة بجد جدا، جربوه بالطريقة دي مش هتندموا عليه. وياريت لو جربتوه تقولولي ايه رأيكم فيه في تعليق، حابة اعرف رأيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وقدرت افيدكم حاجة من الفيديو. اتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم، انا محتاجة دعمكم جدا، ومحتاجة تشجعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.